بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، تقول تلك الطالبة في المرحلة الثانوية: أنا أفخر وأن أعرف بالبوية، أو أن يناديني زميلاتي بأحد أسماء الشباب، وتبدأ تتغير بمشيتها وصوتها وحركاتها وميلها لعشق البنات وكأنها رجل، وتقول: يكفي أن الناس يشيرون إلي. فأقول: أخيتي، ألا تعلمين أن السيارة بلا إطارات الكل ينظر إليها، ليس لروعتها ولكن لتغير حالها واستهجانها؟ ألا تعلمين أن الشجرة المصفرة بين الشجر الأخضر الكل ينظر إليها لا لجمالها ولكن لتغير حالها؟ فأقول: أين الفخر أخيتي؟ وكل من لقبت بالبوية عندما تبحث مبررا لذلك تجد أنه ضعف في شخصيتها. فإن قلت: أخيتي، يا من وقعت بوحل البويات، أين المشكلة في ذلك؟ أقول ببساطة: هل تعلمين أن قوم لوط عليه السلام هم الوحيدون الذين جمع الله لهم عذابين لانتكاس فطرهم، فنزل عليهم الحجارة من سجيل مع قلب قراهم عاليها سافلها؟ فاحذري من انتكاس فطرتك أخيتي. قال تعالى عن قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. فأخيتي، حماك الله وهداك، يكفي أنك دخلت تحت وعيد الطرد من رحمة الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال. ألا ترين أخيتي، من أجل التشبه حققت وعد الشيطان بعد أن طرد من الجنة وقال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فاحذري أخيتي أن تنزلقي بين شيطان رجيم ولعن مليم، فأي فخر بعد ذلك بالبوية؟ أخيتي، فاعلنيها توبة من اليوم، فباب التوبة مفتوح. أسأل الله لكل من تعففت أن يعلي قدرها وأن يجمعها في الفردوس الأعلى مع خير نساء العالمين، وما أوصلهم لذلك إلا الحياء والثبات. أسأل الله أن يرفع قدر من نشر هذا المقطع وأن يحقق له ما يتمنى.